انا مش عارف ازاي ما جربتش المكان ده قبل كده. دي من احلى المرات اللي اكلت فيها فرايد تشيكن في الفتره الاخيره، وسعرها كمان مش غالي، ولقيت عندهم نفس الريزو اللي كنا متعودين عليه واحسن كمان. النهارده جربت مكان اسمه وينجز، وده فرع 6 اكتوبر. هم عندهم اكتر من فرع في مصر. المكان مساحته كبيره، وعندهم قعده اندور وقعده تاني اوت دور، وكلهم اشيك من بعض. لقيتهم عاملين بوكسات للفطار وبوكسات تانية للسحور، وسحب على 35,000 جنيه. ده أول بوكس من بوكسات الفطار، اسمه بوكس اللمة 2، بيكون 8 قطع ستريبس و4 قطع بروست مع 4 رز صغير وبطاطس وعيش. عايز أقول لكم إن حجم القطع عندهم كبير ويشبع، وكلها كانت سخنة، وصوصات عندهم خطيرة خصوصا صوص الجبنة، وقطع الستريبس محترمة قوي وطعمها حلو قوي. الكلام ده كله كان ب 375 جنيه. البوكس التاني اسمه بوكس لمة الفطار 4، وده بيكون قطعتين بروست مع 2 وينجز راب مع 2 ريزو صغير وبطاطس كبير. كل ده ب 265 جنيه. يا بلاش. انا كان بقالي كتير ما اكلت السندوتشات راب مخدومه وحلوه بالشكل ده. ممكن كمان تختار الرز ما بين رز مبهر ورز اصفر بالزبيب، بس بالنسبه لي المبهر كان احلى كتير. اخر بوكس بقى جربناه ده كان للسحور، 4 بطاطس راب مع 4 قطع ستريبس و2 ريزو كبير. الريزو عندهم خطير ما يتفوتش، ما فيهوش اي اختلاف عن بتاع كنتاكي، والسندوتشات عندهم حلوه قوي وكبيره وتشبعك. المهم بقى، وانتوا بتطلبوا ما تنسوش تسالوهم عن السحب وتاكدوا انكم اشتركتوا فيه، فاعمل منشن لصاحبك الاكيل اللي هيجرب معاك البوكسات دي.